ازيك يا صديقي؟ انا مصطفى عمر وده ملعب الاهلي. بصراحه كنت اتمنى ان بدايه الحلقات اللي هتكلم فيها عن الاهلي وعن مباريات الاهلي بعد كل مباراه تكون ان شاء الله مباراه ناجحه وقويه، ويكون الاهلي قدر انه يحقق المكسب والفوز على نادي الاتحاد في مباراه النهارده. هنتكلم النهارده عن اللي حصل ما بين الاهلي والاتحاد في المباراه اللي جمعت الفريقين في الجوله الثالثه من الدوري. اتمنى يا صديقي ان انت تعمل لايك للحلقه دي، وباذن الله هوعدكم ان كل مباراه للنادي الاهلي هتشوفوني بعدها بتكلم لكم عن كل اللي حصل في المباريات دي. بص يا صديقي، انا هدخل لك في الموضوع على طول ومش هكلمك عن التشكيل، انا هتكلم عن اللي حصل في المباراه بالتحديد. الاهلي بدا المباراه باستحواذ كبير للكوره على الاتحاد، والاتحاد كان بيضغط كتير جوه على الاهلي علشان يقدر يقطع الكوره ويسبب هجمات على النادي الاهلي، ولكن كان عباره عن ضغط بس. الاتحاد لم يوفق في الشوط الاول ان هو يعمل تسديدات او يعمل خطوره كبيره على مرمى الشناوي، ولكن على الناحيه الثانيه الاهلي كان عنده خطوره كبيره جوه في الشوط الاول، توجد طبعا بتسديدات كتير جوه على مدى الشوط الاول. وكمان كان في تفوق بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، بالنسبه للاستحواذ، بالنسبه للتسديدات، بالنسبه لكل حاجه في الملعب. الاهلي كان بيلعب بطوله والعرض في الشوط الاول، والاتحاد كان كل اللي عليه ان هو بيدافع كويس، اجاده في الدفاع، وكان في ضغط كبير جو من لاعبي الاتحاد على الاهلي في مناطق الاهلي، لغايه لما نوصل لاخر الشوط الاول ويتحسب ركله جزاء عليها جدل كبير جو بالنسبه للسوشيال ميديا وناس كتير جو اتكلمت، ولكن انا من وجهه نظري ان هي ركله جزاء صحيحه، خصوصا لو انت اتفرجت عليها كويس وبصيت عليها هتلاقي ان حسين الشحات اغلب جسمه او 90% من جسمه كان داخل منطقه الجزاء، يمكن بس اقدامه كانت من بره، والاعاقه حصلت في ركبته اللي كانت داخل منطقه الجزاء، وركله الجزاء كانت صحيحه ودخل امام علشان يشوطها. وطبعا يحسب للمهدي سليمان ان هو قدر ان هو يشتت تركيز امام، اللي خلى امام شاتها بعافيه شويه وخلاها طلعت فوق المرمى، وبتضيع ركله الجزاء. وطبعا بيوجع معاها النسق بتاع النادي الاهلي لغايه اخر الشوط الاول. الاهلي ضغط شويه ولكن ما كانش بالضغط المطلوب، ومستوى الفريق تحس ان هو ريح شويه كده. اي نعم كان في ضغط ولكن ما كانش بالشكل الكافي. ندخل على الشوط الثاني والاهلي يستمر في الضغط بتاعه، ويستمر في الاستحواذ، ويستمر في تغيير اساليب اللعب. محمد طاهر بيتحرك ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال، كان في عمق تكتيكي كبير جوه في لاعبي خط الوسط. كنا شايفين امام عاشور واكرم توفيق وعمرو السوليه عاملين نسق هايل جوه في نص الملعب، وكانوا ماسكين كوره الى حد كبير جوه بالنسبه للنادي الاهلي. ويفضل الاهلي في الشوط الثاني مستحوذ على المباراه لغايه لما يتم احتساب ركله جزاء ثانيه محمد طاهر اللي كان متالق طيله الشوط الاول والشوط الثاني كمان. وكان بصراحه الكوره طالعه سرو حلو جو من رامي ربيعه في الثلث الاخير بالنسبه للنادي الاهلي، وراحت وكان ترويض ولا اروع من محمد طاهر، وقدر انه يكسب ركله جزاء تصدى ليها عمرو السوليه وقدر ان هو يسجلها. مع العلم ان المهدي سليمان حاول ان هو يعمل نفس التاثير اللي عمله على امام عاشور، ولكن طبعا هنا الخبره تفرق. الخبره بتاعت عمرو السوليه انه قدر ان هو يسجل بغض النظر عن اللي عمله المهدي سليمان. ويتفوق الاهلي في الشوط الثاني في الدقيقه 65 عن طريق ركله الجزاء اللي سجلها عمرو السوليه، وبيضغط النادي الاهلي تاني علشان يسجل تاني الاهداف. بيوصل الضغط لغايه الدقيقه 85 لغايه لما الكوره ترتد على النادي الاهلي، وبيقدر فان ديريك انه يغفل دفاعات النادي الاهلي ويسجل هدف التعادل في الدقيقه 87. طبعا يا صديقي هو الماتش كان رايح اصلا على التعادل لان الاهلي ضيع فرص كتير قوي. الاهلي سدد 25 تسديده على مرمى الاتحاد، منهم عدد كبير قوي من التسديدات كانوا داخل الثلاث خشبات، وتصدى ليهم المهدي سليمان ببراعه الصراحه. في كره منهم اتشتت عليه بتاع 3 أو 4 مرات وهو يتصدى ليها. فبصراحه شابوه للمهدي سليمان، قدر ان هو يوقف طوفان الاهلي. ولكن لما تبص على لاعبي النادي الاهلي فالنهارده 90% من لاعبي الاهلي ما كانش في يومهم، ما كانش فيه تركيز. يمكن بس محمد طاهر اللي كان متالق، حسين الشحات كان متالق وبرده كان عنده هفوات. طبعا كهربا ما كانش موجود، ضيع كهربا كوره بصراحه ما تضيعش في الشوط الثاني، كانت ممكن تكون الهدف الثاني وكان ممكن تكون دي القاضيه بالنسبه للاتحاد. الماتش كان سيء بالنسبه للنادي الاهلي، ضيعوا فرص كتير قوي. كولر بصراحه يعني حتى لو اتكلمنا على الاخطاء كانت في التشكيل من بدايه المباراه، ولكن هو ادار المباراه بشكل سليم وقدر انه يوصل لاعبي الاهلي لمرمى الاتحاد في عدد كبير جو من المرات خلال المباراه. ولكن يا صديقي اجمالا اللي حصل ان المباراه كانت سيئه بالنسبه للنادي الاهلي، وحظ متعثر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي لما هم يضيعوا الفرص دي كلها. واتمنى ان شاء الله انه يكون الحظ حليف النادي الاهلي في المباراه القادمه بالنسبه لمباراه استاد ابيجان اللي هتكون ان شاء الله يوم الثلاث بالنسبه لدوري ابطال افريقيا. دي المباراه الاولى اللي هتكون في دور المجموعات. اتمنى يا صديقي يكون الفوز حليف النادي الاهلي، وان شاء الله انتظروني في حلقه جايه ان شاء الله بعد فوز النادي الاهلي على استاد ابيجان يوم الثلاث. سلام.